من النهارده مش هنغسل حلة الفشار تاني ولا هنوسخها اصلا. هقولك هنعمل ايه بقى، طريقة سهلة ومش هتوسخ اي حلة تاني ولا اي حاجة هنعمل فيها. بجيب ورقة فويل بالشكل ده كده وبدهنها شوية زيت، على فكرة الزيت ده مش كتير ولا حاجة، تقريبا نص معلقة. بوزعه بالفرشة كده كويس، وبعدين هحط الذرة اللي انا عايزاه، ذرة الفشار. وزعيه بقى في قلب الزيت كله كده بحيث انها تتغلف كلها حباية الذرة بالزيت. بعد كده وافرشه كويس بحيث ان برضو ما تبقاش كل، يعني مفيش حباية فوق حباية. هجيب ورقة تانية واقفل بيها من الاجناب كده. هحطها على الجريل، وتقدري برضو تحطيها في حلة وولع عليها النار. سامعين؟ كان هنا ابتدت بقى ايه، يتعمل كله. اول بس دقيقتين تلاتة كده تكون النار عالية، وبعد كده وطي النار عليها خليها هادية براحة راحتها. شايفين؟ طلع جميل جدا، والزيت فيه مش كتير، يعني مش هتلاقيه مزيت ولا اي حاجة خالص. في الاخر بقى رشة الملح بتاعتك، وتقدري تحطي اي بهارات انت عايزاها، بس انا يعني المقرمشات دي انا بحب احط فيها ملح بس كده. تقدري، شايفين بقى مفيش ولا واحدة ما طقطقتش ولا انحرق ولا اي حاجة خالص، وكلها يعني طقطقت، والجريل نضيف زي الفل. تحطي في جريل، تحطي في حلة، هتطلع معاكي زي الفل. بس كده. طعمه يجنن، وكمان تقدروا تعملوه للولاد في المدارس بدل ما يجيبوا شيبسي او اي حاجات تانية وحشة. وبألف هنا.